كنا اتكلمنا فيديو قبل كده عن السايلنت كيلر او القاتل الصامت اللي موجود جوانا، وعرفنا ان هو مرض الضغط وعرفنا ازاي نشخصه. تعالوا نتكلم عن نمط الحياه اللي ممكن نغيره او ما يطلق عليه باللايف ستايل موديفيكيشن عشان نحاول ننزل الضغط الدم. واول حاجه طبعا نبدا بيها هي الداش دايت، ودي اختصار لدايتري ابروتش تو ستوب هايبرتنشن. وده اكل لو التزمنا بيه هيساعدنا ان احنا ننزل الرقم العالي بتاع الضغط بمقدار حوالي 11 ملي مركوري. طب ايه الاكل ده بقى؟ ده اكل بيكون غني في الفواكه والخضروات، ونبعد عن الدهون المشبعه اللي موجوده في منتجات الالبان والملح. الملح لوحده كفيل ان ينزل الرقم العالي من 5 ل 8 ملي مركوري. طب ناكل قد ايه ملح؟ بيكون اقل من 1.5 ل 2 جرام في اليوم. تاني حاجه ممكن نعملها الوزن، نحاول ننزل بوزننا ونخلي البي ام اي بتاعتنا تحت ال 25. رقم الضغط العالي هنا ينزل من 6 ملي مركوري مع كل 10 كيلو بنخسره. ثالث حاجه ممكن نعملها الرياضه الهوائيه او ما يعرف بالايروبيك اكسرسايز. يا سلام بقى لو نص ساعه في اليوم 5 ايام في الاسبوع، دي كفيله انها تنزل الرقم العالي حوالي 7 ملي مركوري. فلو جمعنا كل الارقام هتلاقي ان ضغط الدم ممكن ينزل من غير اي ادويه حوالي 30 ملي مركوري. تخيلوا كل ده من غير ادويه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وفولو عشان نوصلك كل جديد.